السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم تلقاكم كامل بخير في نعمة والحمد لله. متتبعاتي الوفيات واش راكم؟ واللي اول مره يزوروا قناتي نتوما تاني واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل شيء جديد. كما كتشوفوا معايا متتبعاتي، اليوم جيت نشارك معكم كروكات نتاع الكوجات، يجوا بزاف شابين وبنان وسهلين، ما فيهم لا فخوماج لا، يعني اقتصاديين وما نحتاجش نقليهم، راح نطيبوهم غير في الفرن، بصح تجي فيهم واحد البنة روعة. كما كتشوفوا معايا جبت ثلاث حبات تاع الكوجات، نقيتهم وغسلتهم وبديت نرابي فيهم في الرقيق، يعني في الرقيق باش بالخف يطيبوا ويتلمدوا، يعني ما يبقاوش خشان. صاي نكمل نربيهم كامل في الرقيق. وعندي حبيبة نتاع بطاطا، يعني غليتها غير غلية، يعني ما طابتش نشان، يعني مازال راهي شوية قاصحة، يعني نطيبها نصف طياب ونصف طياب الاخر تكملها مع الكورجات. كيما نعرفوا الكورجات بالخف طيب، ماشي كيما البطاطا. هذا علاش يعني غليتها غير شوية، يعني قيس دقيقتين، هذا ما كان ما خليتهاش طابت. راني نوري فيكم كيفاش راهي قاصحة. نرحيها مع هذيك الكورجات، يعني بهاد لو تبغي يعني تغليها حبة ومن بعد تربيها، يعني الطريقة اللي تساعدك ديريها ليسونسيال، نطيبوها ليسونسيال عفوا، نطيبوها شوية باش من بعد ما تقعدليش خضرا في الفرن. كي نطيب الكورجات طيب معاها نشان. بعد ما كملت رحيت هذيك حبة البطاطا، نبدا نضيف في لي زيبيس. صح، ندير كمية من الملح، يعني كمية الملح تبقى اختيارية، ولكن ما نكتروش باسكو الكورجات بالخف تشرب الملح، يعني يقر فيها الملح كما نقولوا حنايا، تجي مالحة. عندي كمية من الفلفل الكحل شويه، وعندي حبيبه تاع بيض تكون صغيره. تبغي تستعملي غير البيض وحده عادي، ما تستعمليش صفر باسكو من بعد راح تطلق لي هذيك الكورات تولي مطلوقه. تقدري تستعملي غير البيض وحده، ولكن انا استعملت حبه كامله صفر، ما عندي وين نديره، يعني ما عندها علاش يضيع. درتها في الوصفه. درت كميه من المعدنوس، هنا كان عندي داك المعدنوس كونجلي، هذا علاش كتشوفوا فيه هكاك. ودرت كميه من الثوم، قست 3 سنينات ولا 2 سنينات هذا ما كان. نخلط هاد المكونات مليح، ندخلهم في بعضياتهم مليح. شوفوا معايا الخليط كما قلت يجي شويه مطلوق باسكو ديجا الكورجات تطلق الماء. كما نعرفوا الكوجات دير الماء، فيها الماء. تقدري في هذه المرحله ديري ملعقه كبيره من لا شابلور، ولكن انا ما ننصحكش باسكو تنشفها بزاف من بعد كي طيب تجي ناشفه بزاف، باسكو راه فيها ديجا البيض. غير البيض هو اللي يلمها، ما نخافوش منها، وراح تساعدك عادي في الخدمه، ماشي كيما كمطلوقه تخافي منها ولا. صاي تقدري تعمليها شابلور، ولكن من الاحسن ما نديروش باش تقعد هذيك البنه نتاع الكوغجات وما تمشيش. كما تقدروا تستعملوا هنا اللحم مفروم، دجاج مفروم تاني، الفرomاج، كيما تبغوا. خليت لكم الوصفه هنايا اقتصاديه، تبغوا نتوما تزيدوا فيها صوالح زيدوا. هنا عندي لا شابلور اللي ديجا وجدتها معكم في القناه، راك تلقاوها في القناه. لا شابلور يعني تطول معكم، تقعد معكم مده طويله. انا خدمتها من قبل رمضان لدروك مازال راني نستعمل فيها. نشكل لي كروكات نتاعي، نبغي نديرهم على شكل دي سيكار ولا كروكات يعني، ولا خبيزات على شكل معقوده، كيما تبغوا نتوما. ليسونسيال نسعف هذيك الكورجات، نلمدها بيدي. شوفوا هنا نوريكم كيفاش راهي مطلوقه. صاي بصح تنجمي تخدمي بها وتحكمي فيها كيما تبغي. نحطوها في لا شابلور، من بعد في ان بلا ولا ليسونسيال كيما تقدري تقليها مقليه تاني تجي بزاف شابه. راكم تعرفوا اللوغو نتاع الزيت بلا ما نقول لكم، ولكن هنا خليتها صحيه واقتصاديه. راح نطيبها في الفرن. تقدري تاني ما ديريش كامل هاد لا شابلور، صح طيبيها مباشره تاني تجي بزاف شابه، ولا كيما تقدري ديريها في لافارين. انا نكمل كاع لي كروكات نتاعي بنفس الطريقه ونولي معاكم. شوفوا معايا هنا حطيتهم في ان بلا مباشره. حندخلهم هنا الثلاجه للامانه، يعني ما طيبوا مباشره، وجدتهم شويه بكري عاود خرجتهم، ولكن الطريقه هذه عجبتني. بعد ما دخلتهم الثلاجه وخرجتهم خير من اللي مداري نوجدهم، يعني بعد ما شدوا راسهم شويه خرجتهم، درت لهم كميه من الزيت من الفوق. كما تقدروا ديروا زيت الزيتون، اللي يبغوا زيت الزيتون راح تعجبكم بزاف، تجي تهبل. ندخلهم للفرن على 180 درجه من الاسفل فقط، من بعد نشعل عليهم من الفوق. بعد ما يطيبوا لي يتحمروا، تقدري تخليو يتحمروا اكثر من هكا كامل، يعني راح يدوا واحد لاكولير بزاف شابه. وهذا هو الشكل نتاعهم النهائي في صحن التقديم. والله الوصفه بزاف بنينه وراح تعجبكم، جربوها ما راحش تندموا عليها كامل. تجي سليمه. نقسم معكم حبه باش تشوفوا معايا كيفاش جات من الداخل.
شوفوا معايا كيفاش تحمّرت حتى من التحت تجي روعة. نتمنى الوصفة النهار اليوم تنال إعجابكم أحباباتي، ما تنساوش عفوًا تضغطوا على زر الإعجاب، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.